مرحبا حبايب قلبي، أهلا وسهلا فيكم بمطبخ الخال. أكلتنا لليوم ما حدا بيختلف عليها، كبير وصغير بيحبها. أكلتنا هي الشاورما. وهلا حبايب قلبي بدنا نجهز الدجاج. الشاورما تبعنا رح نعملها بصدور دجاج. هون أنا عندي كيلين صدورة مغسلهم ومقطعهم هيك شقف عشان تتشرب بهارات مظبوط. اول شغله في عندي هون معلقتين ملح، معلقتين صغار طبعا. وهون عندي ربع معلقه قرفه، ربع معلقه سبع بهارات، وربع معلقه صغيره كزبره ناعمه. وفي عندي هون ربع معلقه جوز الطيب، ونص معلقه زنجبيل، ونص معلقه فلفل اسود. وفي عندي هون معلقه هيل مطحون ناعم. وفي عندي هون معلقتين فليفله حمراء حلوه. وفي عندي هون ليمونة مطحونة ناعم، طبعا ليمونة كاملة مع قشرة مع كل شي فيها. وفي عندي هون قدر كاسة شاي زيت نباتي، وبقلبهم تقريبا شي 12 سن توم مطحون ناعم. طبعا الشاورما بدها توم، يعني تومة لازم يكون ظاهر. هلا هيك بهاراتنا صارت جاهزة. نقعد بقى ندعكش مظبوط، خليها تتشرب، تتغلغل البهارات بقلبها وتتشرب مظبوط. بنتم ندعكها هيك لحتى نحس انه البهارات توزعت بشكل ممتاز عليها كلها، ما بدنا تكتل البهارات بمكان واحد. شايفين هيك حبايب قلبي بهاراتنا توزعت بشكل ممتاز على كل الدجاج. وهلا بنضبهم وبنحطهم بالبراد اقل شيء 4 ساعات، ويفضل لتاني يوم. انا رح خليهم لبكره بالبراد. نرجع لكم. وهيك حبايب قلبي بعد ما تركناهم يوم بالبراد صارت الشاورما تبعتنا جاهزة للفرن. هلا بنشيلهم، طبعا بنسطرهم، ما بنخلي ولا قطعة فوق الثانية جنب بعض. وهيك حبايب قلبي سطرناهم نحن بالصينية مثل ما نكون شايفين. بنحطهم هلا بالنص على درجة حرارة 180. وهلا حبايب قلبي بعد ما استوت معنا الصينية، طبعا عندي على الفرن اكلت معي وقت 35 دقيقة بالضبط لحتى تحمصت. هيك صارت الشاورما تبعتنا جاهزة للتقطيع. طبعا بعدها سخنة، نستناها لتبرد شوي صغيرة ونرجع لكم. وهيك حبايب قلبي بعد ما بردت معنا الشاورما نقطعها شرحات. طبعا مو بردت بحيث انه نقدر نحملها، بس نكمشها. نقطعها شرحات ناعمة مثل ما نكون شايفين. وهلا هيك حبايب قلبي بنحط لنا معلقة زيت بالمقلاية، ما بنكتر عشان بس نحاول نقليها تطلع معنا شاورما ظريفة مثل ما بدنا. معلقة كريم توم، طبعا كريم توم تلاقوا الوصفة تبعه بالفيديوهات موجودة جاهزة. ونحط لها الشاورما تبعتنا. طبعا وشو بدكم تحطوا بقلبها بتعود هي ذوق شخصي. يعني كل واحد شو بيحب بيقدر يحط بقلبه اللي بده اياه، بس نحن بنحبها هيك. ومعلقة دبس
تطلع شاورما غير شكل. نلفها وبنقليها، نخلي الخبزة تتحمص معنا. مثل ما قلت لكم هاي الشغلات مرق شخصي، كل واحد شو بيحب بيقدر يضيف عليها مثل ما هو بده. مثل ما انكم شايفين حبايب قلبي هيك، ونخليها على الغاز لحتى نقليها من الوشين. وهيك مثل ما انكم شايفين حبايب قلبي صارت سخنة. يا الله لو تشموا هالريحة بس، شاورما غير شكل. سامعين صوت التحميصة محلاها؟ هيك صارت جاهزة عنا. شوفوا لي هالمنظر هلا، مو شي بشهي، اطيب شاورما. وطبعا ما في واحد الا ما بيعرفها هي الحركة، الدلال من عند البياع.